من اليوم عمرك ما تعكزي على البيتزا، ما تعجني ما دلكي غير بالخليط السائل. من بين الوصفات اللي عليهم اقبال كبير خصوصا في الشهر الفاضل هي وصفة البيتزا، واليوم جبتها لكم بالعجين السائل وصدقوني كتجي رائعة وافضل بكثير بالنسبة ليا، افضل من اللي كتعجنيها وكتدلكيها بواحد العجينة اللي كتذوب. رائعة على بركة الله. حبتان من البيض، ثم نضيف أيضا ملعقة صغيرة من السكر، ونضيف رشة من الزعتر ما يعادل ربع ملعقة صغيرة، وربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، نصف ملعقة صغيرة من الملح. نخلط الكل جيدا بالخلاط اليدوي فقط، ثم نضيف نصف كأس من الزيت، خليط ما بين زيت زيتون أو زيت نباتية، ونضيف أيضا كأس من الحليب الدافئ ما يعادل 150 مليلتر من الحليب الدافئ، ثم نضيف ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من خميرة الخبز، وكأس من الياغورت ما يعادل 110 غرامات من الياغورت بدون سكر أو الزبادي بدون سكر. ثم نخلط الكل جيدا، ومباشرة نبدأ بإضافة الدقيق. بالنسبة لكمية الدقيق هي كأسان مملوءان جيدا، كل كأس عندي كيوزن 125 غرام، أي مجموع كمية الدقيق اللي استعملت في هذه الوصفة هي 250 غرام. ثم ضفت أيضا كيس واحد من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، الكيس يزن 8 غرامات. ثم نخلط الخليط على هذا الشكل. بالنسبة لقوام الخليط كيجي أثقل بقليل من قوام الكيك. نخلط الكل جيدا ثم نغطيه ونتركوه حتى يختمر. بالنسبة لي تركته 20 دقيقة. بعد مرور 20 دقيقة غادي تلاحظوا أن يعني قوام الخليط تغير كما تشوفوا كأنه اختمر، وهذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه كما تشوفوا، يعني راه كيكون أثقل بقليل من قوام الكيك. مباشرة ناخدو الصينية. بالنسبة للصينية دهنتها بكمية قليلة من الزبدة ورشيتها بالسميد الناعم جدا، ونفرغ فيها الخليط. بالنسبة لحجم الصينية اللي استعملت فعندي 35 سنتيمتر على 25 سنتيمتر، وأيضا استعملت صينية أخرى بقطر 26 سنتيمتر. يعني هذا الخليط عطاني هاد الصينيتين بجوج، لكن ممكن أنكم تحضروا هاد الكمية في صينية واحدة اللي تكون كبيرة، أو لا طاوة وحدة كبيرة هكا، وتحصلوا على فطيرة بحجم عائلي. بالنسبة للطاوة أو الصينية ممكن أنكم تحضروا هاد الخليط حتى يعني طاوة كبيرة ديال الفران اللي فيها 45 سنتيمتر على 35 سنتيمتر. بالنسبة لقياس الصينية وأيضا المكونات كلهم إن شاء الله غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. من بعد ما غادي نسكب الخليط في الصينيتين، غادي ندخل الطاوة للفرن على درجة حرارة 180. النار عفوا من الأسفل فقط، حتى نلاحظوا أن يعني العجينة أو الخليط نشف تماما. عاد غادي نخرجوه. في هذا الأثناء راني دخلت الطاوة يعني المستطيلة غير نخرجها، وأيضا غادي ندخل هاد الطاوة الدائرية، يعني غتدخلوها وما تخليوهاش حتى تحمر، غير يكفي أن العجينة تنشف تماما يعني طيب، ولكن يبقى ليها غير تحمر، يعني ينقصها غير أنها تحمر عاد نخرجوها. ثم مباشرة نمروا للحشو. بالنسبة ليا هنا نحضر معكم أسرع وأسهل صلصة بيتزا. احتاجيت تقريبا الملعقتان كبيرتان من الزيت النباتية، ثم ضفت رشة من الملح، وضفت أيضا الزعتر ورشة من الثوم بودرة، ثم ضفت ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من الطماطم المركزة أو دبس الطماطم، ونصف كأس من الماء. نخلط الكل جيدا على هذا الشكل، ومباشرة نوضع هذا الخليط فوق النار حتى يوصل لمرحلة الغليان، وهكا كتكون صلصة الطماطم السريعة جاهزة معنا. ثم بالنسبة للحشو عندي بصلة يعني صغيرة مقطعة لمكعبات صغيرة، وفلافل ألوان، فلفل أخضر، فلفل أحمر، وفلفل أصفر. رشيت عليهم رشة من الفلفل الأسود والملح، وأيضا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونوضع الكل فوق النار على شعلة اللي تكون مرتفعة، ونقلي أو نشحر هاد الخضر بالأكمل، وهكا كيكون الشكل ديالهم. وبالنسبة يعني العجينة هذا هو الشكل ديالها
من بعد ما خرجتها من الفرن كما قلت لكم ونشفت تماما، وهذا هو الشكل الدائري كما تشوفوا، راها طايبه يعني بقى ليها غير تحمر فقط. مباشره نمروا العجينه او البيتزا ديالنا ونبداو نعمروها. هذه هي صلصه الطماطم اللي حضرنا مع بعض. طبعا ممكن تستعملوا الجاهزه او لا ممكن انكم تحضروها بالطماطم الطريه او الطازجه، هذا كيبقى فقط اقتراح سهل وسريع. من بعد ما وزعت صلصة الطماطم كما تشوفوا، نوضع كمية من الجبن في الأسفل، وأيضا نوضع خليط أو لا نوضع الخضر والبصل الفلافل والبصل اللي شحرت. ثم بالنسبة للحوم ممكن توضعوا الكفتة، ممكن توضعوا الدجاج، ممكن تونة. أنا هنا اكتفيت أني نوضع كمية قليلة من النيوغيتس اللي متوفر عندكم. ثم ضفت قطع من الزيتون الأسود، وغادي نضيف رشة أخرى من الجبن من الأعلى. من بعد ما ضفت الجبن ما نسوش رشة من الزعتر أيضا من الفوق. بنفس الكيفية قمت بها بالنسبة للبيتزا الدائرية. وهذا هو الشكل ديال البيتزا من بعد ما خرجتها من الفرن كما تشوفوا، وضعتها اولا قدمتها على هذا الشكل، وغادي نقطعها معكم. تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، صدقوني كتجي رائعه لذيذه، ما كتجيش ناشفه نهائيا. واكيد اني قبل ما نقفل الفيديو غادي نقطع لكم قطعه تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. من ألذ الوصفات اللي غتجربوا شخصيا هذه اولا هاد الوصفه كتعجبني اكثر من البيتزا يعني اللي كتكون معجونه. جربوها ان شاء الله، لانها كتجي خليط ما بين الكيك المالح والبيتزا.